مبروك يا كابتن. ربنا يبارك فيك. مبروك لمصر كلها. ارتحت شويه؟ طبعا اطمئنيت يا كابتن والله الحمد لله. بيقول انك كنت عايش فتره صعبه وخسيت وكنت يعني متألم جدا، لكن اعتقد ان اكثر السعداء بيك دلوقتي وبهذه النتيجه قطعا يكون نادي النصر اللي اتصور انه واقف جنبك في هذه المحنه. مفيش شك يا كابتن، طبعا زي ما حضرتك قلت ان كان فتره صعبه وقضيت يعني شهر ونص تقريبا نوم مفيش، قليل، تفكير كتير. كانت فتره الحمد لله يعني عدت على خير، والحمد لله في الاخر ربنا انصفنا وظهر براءتنا الحمد لله. ايه اللي كان يعني مصادر اطمئنانك ان باذن الله في النتيجه في النهايه هتظهر براءتك؟ اللي هو انا متاكد من نفسي يا باشمهندس عدلي، طبعا عارف ان انا متاكد مليون في الميه ان انا بعيد عن الحاجات دي تماما، وعمري ما باخد حاجه زي كده يعني، ولا حتى ادويه فيتامين عاديه، انا ما باخدش فيتامين. لذلك انت كنت مستغرب. ها بالظبط، ده اللي خلاني اروح ماليزيا واصر ان انا افتح العينه الثانيه واودي نصها المانيا واشوف الموضوع ده. انا يعني ما خدتش حاجه بالغلط، يعني انا نادر جدا ان باخد ادويه وما فيش حاجه اخدتها، فمش خايف ان انا اروح وكافح يعني اطلب محامين من بره واشوف القضيه دي نهايتها فين وايه اللي فيها او ايه اللبس اللي فيها، والحمد لله في الاخر ربنا انصفنا وكرمنا يعني بالنتيجه دي الحمد لله. يعني لولا احنا ما خدناش دكتور او خبير معانا باشمهندس ماليزيا، كان الموضوع عدى علينا وما عرفناش نجيب حقنا يعني. لكن وجود الدكتور طارق رمضان اللي راح معانا، اللي هو خبير في التحاليل في المنشطات ده. بالظبط. الدكتور ده موجود في مصر؟ الدكتور موجود في مصر. فين منين الدكتور طارق رمضان؟ الدكتور ده في معمل التحليل اللي هيتعمل في الجيش يا باشمهندس. يا ريت يعني لو نقدر نتواصل معاه برضه. يا ريت. يا ريت في الكنترول كده يا كابتن حسام بعد ما تخلص تدي نمرته للكنترول. طبعا ما فيش مانع يا باشمهندس طبعا. كابتن حسام خليك معانا الاستاذ علي مسعود الصحفي من السعوديه، وانت معانا كده تعرف معانا ردود افعال هذا الخبر ايه. الاستاذ علي. استاذ باشمهندس ازي حضرتك؟ انا عادل القيع يا حبيبي، وعلق لنا على الخبر بتاع سلبيه العينه الثانيه بتاعه الكابتن حسام غالي، ويقال ان نادي النصر مستاء لان الفيفا او معمل او لجنه المنشطات بالفيفا مش راضيه لحد دلوقتي تقر يعني بشكل نهائي ان الملف ده اغلق. باشمهندس عدلي، اول حاجه بحييك وحيي ضيوفك، وبعبر عن سعادتي شخصيا وسعاده كل المصريين الموجودين هنا ببراءه حسام غالي. واعتقد ان انا بهني حسام غالي مرتين، المره الاولى لانه كان عنده اصرار قوي وعزيمه انه يبحث ورا حقه لغايه ما ياخده. يعني كتير 19 حاله ظهرت في الكره السعوديه على مدار في الرياضه السعوديه السنه اللي فاتت والسنه دي، لم يطالب احد بعينه ثانيه ولم يذهب ويصر هذا الاصرار، كله استسلم للنتيجه. بالظبط. حسام غالي كان نموذج للاصرار والعزيمه اللي احنا بنفخر بيها بصراحه. بالنسبه لرد فعل السعودي، اول حاجه نادي النصر اصدر بيان من ساعه تقريبا قال فيه انه مشكل لجنه قانونيه لمتابعه الامر، خاطب لجنه الرقابه على المنشطات السعوديه رسميا برفع الايقاف عن حسام غالي وينتظر ردها. طبعا انا حاولت وقبلي برضه زملاء الاتصال بالاستاذ صالح قنباز اللي هو رئيس لجنه الرقابه على المنشطات، لكنه لم يرد او اغلق تليفونه لاسباب كتير. طبعا في تريث في نظر في المساله. انا عايز اقول لحضرتك التريث ليه؟ قضيه حسام غالي يعني وضعت لجنه الرقابه على المنشطات في مفترق طرق مهم جدا. هي امام امرين. الاول انها تعلن بشكل مباشر براءه حسام غالي طبقا للعينه اللي ظهرت، وبالمناسبه عينه المانيا هي نفسها عينه ماليزيا، كابتن حسام يمكن اكد الكلام ده لانها شطر من العينه اللي دي حاجه. فلو اعلنت بشكل مباشر اعتقد الموضوع ده هيحطها في حرج شديد جدا. لا ده هيهز معايير كثيره على مستوى العالم. بالظبط. اهمها ان هيشكك في معمل ماليزيا. ثاني حاجه وده بدا بالفعل ان اللعيبه اللي صدر بحقهم عقوبات زي علاء كوبي بيطالبوا بان يسيروا في نفس الاتجاه.
يعني استاذ علي، اذا نادي النصر لم يقف يا استاذ علي، اذا نادي النصر لم يقف مكتوف الايدي، ولكنه قرر ان يساند الكابتن حسام حتى النهايه حتى يحصل الجميع على حقوقهم. خليك معانا بس، معانا الدكتور احمد ماجد طبيب المنتخب المصري والذي تابع عن قرب من مكلفا من اتحاد الكره هذه القضيه حتى يفسر لنا ما حدث. دكتور احمد. ايوه، مساء الخير يا كابتن عادل. مبروك النتيجه اللي ظهرت، واعتقد ان نتيجه الايمان ببراءه الكابتن حسام غالي والجهد الذي بذل من الجميع جاءت في صالح هذه القضية. كيف تفسر لنا هذا التناقض الذي حدث بين المعمل الماليزي ثم ما هي العينة التي ذهبت إلى ألمانيا، وما هو أسباب التردد في الإعلان الرسمي عن هذه